تكبير الثدي هي أكتر العمليات التجميلية شيوعًا على مستوى العالم. الدراسات الحديثة بتقول إن عملية تكبير الثدي هي رقم 1 في عمليات التجميل اللي بتتعمل على مستوى العالم. عملية تكبير الثدي دي عملية لطيفة جدًا وجميلة جدًا. هتقولي لي ليه؟ أقول لك ليه، أسباب كتيرة جدًا. أول حاجة هي عملية simple وبسيطة، تاخد وقت قصير حوالي ساعة، ساعة إلا ربع وبنكون مخلصين كل حاجة. نتيجة فورية، مش بنحتاج إن إحنا نستنى فترة لحد ما نشوف النتيجة أو إن إحنا النتيجة تظهر. نتيجة مرضية وsatisfactory بنسبة كبيرة، أكتر عملية تجميل فيها نتيجة مرضية على مستوى عمليات التجميل كلها. تقريبا أكتر من 98% نسبة رضاء المنتفعين لعملية تكبير الثدي. الحاجة المهمة جدا جدا إن هي لا تسبب أي أمراض أو أي مشاكل على مستوى الثدي، سواء في المستقبل القريب أو البعيد. في كلام بقى وخرافات كتير عن ان السيليكون ده بيسبب مثلا لا قدر الله اورام او كانسر او كده. الكلام ده عاري تماما من الصحه. الانواع اللي احنا بنستخدمها في السيليكون هي الانواع البريميوم الاحسن على مستوى العالم كله، كلها حاجات FDA approved، معتمده من كل الجهات الدوليه. عملية تكبير الثدي بالسيليكون الحديث دوت حتى ما بيحتاجش ان احنا نغيره بعد 10 سنين زي الحاجات القديمة. عملية تكبير الثدي مش مؤلمة اطلاقا، ما بنحسش، الناس ما بتاخدش بالها ان هي عملت عملية تكبير ثدي. الجرح بتاعها يختفي تماما خلال اقل من 6-7 شهور، بيكون مختفي تماما. الاحساس، اللمس، السنسيشن بتاع منطقة الحلم، كل ده بيبقى شكل طبيعي جدا. نأكد تاني، الأنواع هي الأهم، نوع السيليكون المستخدم هو الأهم، عشان كده لازم نروح عند دكتور تراستد ونبقى عارفين النوع اللي هنستخدمه إيه، لأن دي هي الحاجة الفاصلة واللي بتفرق ما بين عملية نتيجتها كويسة وعملية نتيجتها مش أحسن حاجة. ملمس الثدي نفسه والإحساس بتاعه بيبقى طبيعي تماما. أول أسبوعين بيكون ناشف شوية لأن نتيجة التورم اللي بيكون حاصل بعد العملية، وبعد كده بيبقى إحساس طبيعي تماما. عملية تكبير الثدي من أكثر العمليات المحببة، أكثر العمليات السهلة، أكثر العمليات المنتشرة، والناس كتير قوي بتحبها، ونتيجتها مرضية جدا في مجال جراحة التجميل.